وينضم إلينا من بابل المراسل حسين العوادي مع بدء العام الدراسي الجديد. أيضا نتحدث عن هذا الموضوع. حسين، هل لك أن تضعنا في صورة أجواء انطلاق العام الدراسي الجديد في بابل؟ في تقريرك السابق نقلت لنا قصة المواطنة سرى، فبعد فقدانها لطفلها لم تستسلم للحزن وقامت بتأسيس مركز لرعاية أطفال التوحد، وها هي اليوم ترى أحلامهم تكبر بين الألم والأمل. تفضل. نعم، تحية طيبة. عن بابل حقيقة شهد صباح هذا اليوم انطلاق وبدء العام الدراسي الجديد. مع بدء العام الدراسي الجديد أيضا المحافظة شهدت ازدحامات مرورية كثيرة في عموم المحافظة. هذه الازدحامات أتت بالتزامن مع بدء دوام المدارس، وأيضا هناك دوام لبقية الموظفين في المحافظة. ذلك هناك زحمات مرورية شهدتها محافظة بابل صباح هذا اليوم. بما يخص أيضا التربية، شاهدنا هناك حضور رسمي للجهات من التربية وحتى من قبل محافظ بابل وقيادة شرطة المحافظة عند انطلاق العام الدراسي الجديد. هذا الحضور هو أتى لتعزيز ودعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية خلال هذا العام. أيضا كان هناك تكريم للمعلمين والكوادر التدريسية في المدارس من قبل محافظ بابل من خلال تخصيص قطع لهم، أكثر من 2000 دونم تقريبا خصصت للمعلمين والمدرسين تثمينا وتقديرا لجهودهم المبذولة في تعليم هؤلاء الطلبة. أيضا تحدث عن الدكتورة سورة. هذه الدكتورة وهي صاحبة قصة حقيقة مؤلمة، لكنها استطاعت من خلال هذه القصة أن تعطي ما تعلمته بالأكاديمية إلى الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتحديد أطفال التوحد. هؤلاء الأطفال هي عملت على تجهيزهم واستعدادهم للمدارس وللروضات. شاهدنا يوم أمس هناك احتفالية لهم. هذه الاحتفالية شهدت حضور من قبل التربية ومن قبل ممثلين وحتى أطباء استشاريين. هذه الاحتفالية هي دعم لهم وهي تحفيز لهم للدخول إلى المدارس والروضات.